اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. سعدنا انضمامكم في قناتي، قناه يوميات ام محمد اسيوط. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. نبدا فيديو والنهارده هنعمل العيش الشمسي بطريقه تاني. زي ما انتم شايفين معايا بنعجنه في العجانه. طبعا دي عجانه بنعجن فيها العجين. طبعا انا ليه بعمل بالمعلقه كده؟ عشان خاطر بقلب العجين، عشان ما يبقاش فيه دقيق من تحت في حله العجانه، يبقى لسه قاعد. انا بقلب كده عشان ايه؟ الدقيق كله يتخلط في بعضيه ويتعجن ويبقى احلى عجين. زي ما انتم شايفين، بصوا، لازم انا اقلبه كده عشان ما يبقاش فيه دقيق قاعد من تحت. ليه؟ لان العجانه البتاع بتاعتها اللي بتلف دي ما واخداش المساحة كلها بتاعت العجانة من تحت. فانا بحاول ايه؟ اقلب العجين عشان ايه؟ يتعجن كويس خالص، يبقى عجين ايه؟ طبعا زي ما بنعجنه طبعا احنا كنا بنعجن زمان. دلوقتي خلاص، فين الحيل اللي هيعجن العيش؟ كان زمان ما من الواحد ما بيقدرش يعجن، فايه بالعجانة بيه تبقى مكانه، تعجن مكانه حاجة ايه؟ تسد مكاننا وخلاص. والحمد لله على كل حال، ربنا يديكوا الصحة ويدينا الصحة ويقوينا كده يا رب. الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين طبعا ايه، انا هحط الخميرة دي. الخميرة دي ربيتها معاكم كتير قبل كده خالص، يعني مش اول مرة انا اربيها الخميرة معاكم. طبعا انا الخميرة دي ربيتها معاكم قبل كده، وفي حبايبي كتير طلبوها مني وقالوا لي انتي بتاخدي بتعمل الخميره ازاي؟ وانا قلت لكم الخميره بعملها بربيها الاول بفص ثوم وحبيتين فلفل اسود، بتربيها حاجه بسيطه خالص، تسيبيها تخمر لتاني يوم، وتاني يوم تروح مربيها، زوديها كده بقطر الدقيق، وتالت يوم برضه تزوديها كده لما تبقى ايه؟ قد البرتقانه الصغيره كده، دي تبقى خميره. وبعد كده ايه؟ بعد تالت يوم عاد تبتدي تربي عليها وتعجني عليها العيش. دي الخميرة اللي هي الخميرة البلدي، مش الخميرة الغلة. احنا بنعمل عيشنا بخميرة بلدي، احنا بنربي خميرة بلدي ونخبز عليها. لكن الخميرة اللي هي الغلة دي لا، احنا مش بنحبها. ليه؟ لان بيبقى العيش ليه ريحة كده وما يقعدش. يعني احنا بنخزنه في التلاجة مثلا، يعني كل ما ده ايه كده نطلع منه. فاحنا ما ينفعش ان احنا نحط الخميرة اللي هي الغلة دي ونعجن عليها ونحطه في التلاجة. ليه؟ لان اول ما تطلعيه هتحسيه كده ليه ريحة وملبك كده معاكي، مش كويس. فانا افضل الخميرة البلدي، والخميرة البلدي حلو خالص وجربوها وهتعجبكم خالص. يعني كل اللي طلب مني ازاي تعملي الخميرة انا كتبتها لكم، قلت لكم في صندوق الوصف قبل كده. نعمل فص ثوم وحبيتين فلفل اسود، تعمليها صغيرة كده خالص قد الليمونة الصغيرة. وبعد كده تكبريها شوية تاني يوم لما تلقيها خمرت، وتالت يوم برضو تكبريها كده قد البرتقانة الصغيرة كده وتخمر. يعني تكون تالت يوم، تقعد 3 ايام تلقيها خمرت كده. تالت يوم تبتدي رابع يوم تربي عليها، يعني بالليل كده تروح مربية الخميرة عليها وتعجني بعديها. هتلقي احلى عيش معاكي، والله احلى من العيش القرص، حلو خالص. لكن العيش اللي هو اللي بيتعمل بخميرة الغلة ده، ما يعني هتعمليهم وعايزة تاكليهم على طول، ما يقعدوش ولا يبيتوش معاكي، لان هيبقى له ريحة وهيبقى ايه؟ يعني تحسيه كده القلب بتاعه بعد يومين 3 كده ملبك كده، يعني مش حلو. انما الخميرة دي اللي انا بقول لكم عليها تعجنوا عليها، هتلقوا احلى عيش، وعيش زي السفندي من جوه، وعيش يعني حلو خالص عامل زي القرص. زي ما انتم شايفين انا قطعت العيش قدامكم وقرصناه ودبناه وخمر اهو معانا، يعني خمر كمية منه اللي هي الاولانية، وباقي الكمية التانية اهي. طبعا الشمس سخن خالص فايه ما بيلحقش العيش في الخمر، فاحنا ايه قلبنا الكمية دي عشان نلحق نخبز. طبعا بنخبز على الفرن اللي هي اللي بالانبوبة دي، فايه ما عايزة ان ملحقتيش العيش هيبوظ منك. فاحنا قلبنا الكمية الاولانية زي ما انتم شايفين اللي انا قطعتهم في الاول. طبعا قلبناهم لان خمر اهو. زي ما انتم شايفين العيش ده
هتشوفوه احلى عيش، عامل زي الجرس والله. عيش حلو خالص، قلتلكم زي ما قلتلكم بخميرة عادية بلدي، مش خميرة اللي هي الغلة، لا. الخميرة اللي هي الغلة دي لا، اللي هي خميرة بلدي اللي هي بنعملها احنا في البيت. هي اللي تخبزي عليها العيش، اللي انت هتشيليه مثلا في التلاجة، طلع منه وتجمريه، تلقيه احلى عيش اكنه مخبوز على طول. لكن العيش اللي هو اللي بالغلة ده هتخبزيهم على كديك كده كمية اللي هي المحدودة، وتاكلوها في نفس اليوم. ايه لو بيت معاكي يمكن يعني تحسيه طعمه غير وليه ريحة كده ومش هيبقى حلو. فجربوا اللي انا بقولكوا عليه، هتلقوه حلو خالص والله، وعيشه حلو وملهش ريحة، وطعمه حلو، وعامل قلبه عامل زي السفند، قلبه طاري كده وزي الملبن، وحلو ومش ملبك ولا حاجة. زي ما انتم شايفين ادينا بنخبز منها في الفرن. طبعا بنرص الرمية وعندما تستوي نطلعها ونرص غيرها، نرص الرمية عندما تستوي نطلعها ونحط غيرها كده لحد ما نخلص كمية العيش كله زي ما انت هتشوفوا معايا. طبعا العيش طبعا هي بندوره كده ب... اللي عايز يدور بيه. في ناس بتدوره بموس، في ناس بتدوره بعودة من عود البوص كده، تكون تغسليها وتكون نظيفة كده وتعملي بيها احسن خالص من الموس اللي الناس بتبز بيه، اللي هي بتدور بيه العيش كده. انا بدور زي ما انتم شايفين كده بالعودة، عودة بوصة نظيفة تاخدي بيها وتغسليها تبقى كويسة خالص ونظيفة، من البوص اللي هو بوص الذرة اللي احنا بنزرعه. وزي ما انتم شايفين خلاص كده اخر رمية معايا هنغبسها احلى عيش، عيش زي القرص والله. متنسوناش يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.